فيلمنا بيبدأ مع فيك ومراته في ليندا وعندهم طفلة اسمها تريسكي، وبتكون ليندا بتحضر نفسها علشان حفلة في بيت صاحبتهم ميري، وبتيجي جليسة الأطفال تقعد مع البنت في غيابهم، وبيحتار فيك معاها فبيستناها وبيبان إنها مهتمة تكون جميلة. وفي الحفلة بيشوف فيك من ليندا بتسلم على شاب وبتحضنه واللي بيكون اسمه جول، وبترقص معاه، وبيكون فيك مراقبهم لحد ما بيروحوا مكان بعيد وبيبوسوا بعض. لكن فيك بيبان إنه مش مصدوم، طلع عادي يعني. الله ينور عليك يا عم فيك. وفجأة بيجي شخص يقول لفيك إن ميليندا سكرانة وبترقص وهي واقفة على البيانو، فبيروح فيك بسرعة بيفضل واقف يتفرج عليها. وبيخرج فيك للبار وبيلاقي جول بيطلب مشروب معاه، وبيشكره على صداقته هو وميليندا معاه. وبيسأله فيك لو يسمع عن مارتن في المدينة، وبيقول له إن شخص مفقود والشرطة بتدور عليه. لكن فجأة بتتغير ملامح فيك وبيقول له إن كان صديق مراته برضه، فبيترعب جول لأنه بيحس إن فيك بيهدده، وبيعترف له فيك إن هو اللي قتل مارتن. لكن جول بيكون مش مصدق، فبيقول له بكل ثقة إنه قريب هيصدق. وبيبان إن فيك شخص هادي، لا دي عارفينها طبعا. وفي البيت بيقف فيك مع جليسة الأطفال عشان يحاسبها، لكن فجأة بيشوف من ليندا بتعمل قهوة وهي سكرانة ولابسة لبس مش كويس، فبيزعق لها وبيقول لها تدخل جوه. وبعد ما بتمشي جليسة الأطفال بيدخل يتكلم مع مراته، وبتقول له أنت دايما شايفني أقل منك، وإنها دخلت مع جول في علاقة لأنه مش بيحسسها إنها قليلة. وبتقول له يقفل الباب وراه وهو خارج. بينزل فيك القبو بتاعه، وبيبان إنه بيحب الحلزونات جدا لدرجة إنه مربيها في صناديق إزاز. وبيكون فيك هو المسؤول عن كل حاجة في البيت حرفيا، بيعمل الأكل وبيغسل المواعين. يا راجل ده ناقص يرضع. فبيقابل فيك صاحبه على القهوة وبيقولوا له يحاول يسيطر شوية على مراته، وبيفضل فيك يأكد لهم إن دول مجرد صحاب. إيه يا عم فيك القرون تمام. بعدها بيرجع فيك البيت بيلاقي مراته بتعيط على مارتن صديقها المفقود، وبتزعل من فيك إنه اتكلم على صديقها، فبيعتذر فيك منها وبيقول لها إنه كان بيهزر. فبتقول له لازم تعتذر لجول كمان، وبتقول له إن عزمت جول على العشاء يوم الجمعة لأنه مسافر السبت. وبيجي يوم الجمعة وبيفتح فيك الباب لجول اللي بيكون مرعوب جدا، لكن فيك بيقول له ميليندا مش موجودة، فبيخاف جول ومش بيرضى يدخل. فبيضحك فيك وبيقول له إنه بيهزر، وبيدخل فعلا وبيكون فيك هو اللي طابخ الاكل. ما هو يا عم فيك يا اما هي ماسكه عليك حاجه يا اما انت حابب الموضوع. بيكون فيك طابخ سمك وهو عارف ان جول عنده حساسيه من كل انواع السمك. وبتسال البنت باباها عن جول، فبيقول لها ده صاحب ماما يا حبيبتي. لكن حتى البنت يا اخي بتكون حاسه ان في حاجه غلط، وبتفضل تبص لجول وهي متضايقه. وهم بياكلوا بيتكلم جول عن شغله الجديد في نيو مكسيكو، وبتقول له ميليندا انهم ممكن يزوروه هناك. لكن جول بيقول البيت مش هيكفينا كلنا. طبعا انتوا عارفين قصده ايه. لكن فيك بيقول له احنا اكيد هنقعد في فندق. فميليندا بتتعمد تقول كلام سخيف علشان تعصب فيك، لكن على مين يا اخوانا، بارد بارد يعني. وبيعمل العكس تماما وبيكون هادي قوي. وبيخلصوا كلامه وبتقول ميليندا لتريسكي تروح اوضتها علشان تنام، وان باباها هيحكي لها حدوته قبل النوم. وبتعمل كده علشان تستفرد بجول. وفعلا بيقعد فيك مع تريسكي لحد ما بتنام. وبينزل فيك وبيشوف مراته بترقص مع جول، فبيدخل المطبخ يفضل يعمل اصوات بالاطباق. هو ده اللي ربنا قدرك عليه يعني. فبتطلع ميليندا تقول له ممكن تغسل المواعين بكره مش لازم دلوقتي. تاني يوم بيكون فيك وميليندا معزومين عند ماري تاني، وبيبقى كل الصحاب متجمعوا من ضمنهم ليندي واللي بيكون جوزها مخرج سينمائي. فبتقول له ميليندا ان جوزها اخترع طياره بدون طيار. وبنعرف ان فيك مهندس، وبيبان كمان انه عبقري. فبيسالوا المخرج عن اسمه، فبيعرفوا ان اللي قتل مارتن. فبيضحكوا وبيقولوا انها كانت نكته سخيفه. وبيكون فيك واقف مع ليندي بيعرض عليها يرقصوا مع بعض علشان ميليندا تغير عليه. وفعلا بتتضايق ميليندا لانها كمان اول مره تاخد بالها ان بيعرف يرقص، وبتتخانق معاه في العربيه. وفجاه بتيجي مكالمه لفيك من البنك اللي بيبلغوه ان مراته حولت لشخص اسمه تشارلز 3000 دولار. فبيسالها عن سبب التحويل، بتقول له انهم دروس للبيانو. فبيعرف اسمه بالكامل وبيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه. وبيروح على حفلته، فبيشوف مراته هناك وهي بتسلم على تشارلز وبتقعد جنبه. وبيعرف ان مراته بتخونه مع راجل تالت. عندك حق، طالما راجل تالت فعلا لازم تتضايق. وبيرجع البيت وبيلاقي ميليندا راجعه متاخر، فبيقول لها كنت فين. فبتقول له كانت بتتعشى مع صديق ليها ومش فاكره حصل ايه بعد كده. وبتكون سكرانه على الاخر. وبيكون فيك سمع في الاخبار عن اكتشاف جثه مارتن، وبيقول لها على الخبر. فبتتصدم وبتعيط لكنها بتكون شاكه فيه. وبيبدا فيك يحضر حفلات لتشارلز مع اصحابه، وبيقول ان مدرس البيانو بتاع المدام. فبيبص اصحابه لبعض وعارفين طبعا اللي فيها. وفي يوم بيشوف فيك تشارلز في الشارع ومعاه ورد، ولما بيوصل البيت بيلاقي الورد ده عنده في البيت، وبيتعصب جدا وبيرميه. وفي البيت في وقت متاخر بيكون فيك مستني ميليندا لكن بينام وهي لسه بره. وبترجع الصبح وبيسالها كنت فين، فبتقول له انها مش حابه تقول. وكمان سالها عن الفلوس اللي حولتها لكن برضه ما رضتش تجاوب. فبيتخانقوا. تاني يوم بيكونوا عند ماري اللي بتكون عامله حفله، فبتعزم ميليندا تشارلز على الحفله. فبيعزف تشارلز شويه بيانو، وبتكون ميليندا مبسوطه وبترقص. وبيكون فيك طبعا متضايق جدا لكن بيعمل نفسه مش متضايق. وبيتخانقوا ميليندا وتشارلز، فبيسالها ماري عنهم، فبتقول له انهم في الاوضه اللي فوق. فبيطلع فيك للاوضه لكن للاسف بيشوفهم وهم خارجين من الاوضه وبينزلوا حمام السباحه. فبيتضايق جدا وبيبان ان بيخطط لحاجه. وفي حمام السباحه بيفضل مراقب تصرفات مراته، وبيكون شكله وحش قدام صحابه اللي بيكونوا واخدين بالهم. فجاه الدنيا بتمطر وكله بيدخل جوه ما عدا فيك وتشارلز. وبعد كده بيدخل فيك البيت بعد ما غير هدومه. بتكون
ميليندا بتدور على تشارلز اللي بيكون ميت في حمام السباحه، فبتصوت ميليندا فبينزل كل الموجودين علشان يلحقوه، وبيحاول فيك يعمل له تنفس صناعي. وبتوصل الشرطه اللي بتحقق مع كل الموجودين وبتقول ميليندا ان جوزها هو اللي قتله، وكله بيتصدم طبعا، اللي بياكدوا للشرطه ان فيك كان معاهم ومستحيل يلحق يقتل حد. وبيكون جوز ليندي هو الوحيد اللي عنده شك ان فيك هو اللي عملها، فبيحققوا مع فيك، لكن بيكون اصحاب فيك شاهدين معاه ومفيش دليل ضده. وبيتقفل التحقيق ان تشارلز كان سكران واغمى عليه ومات. وبيكون فيك متعود يركب كل يوم عجلته وبيفكر في كل حاجه عملها، فبيفتكر يوم موت تشارلز اللي بيكون هو اللي قتله، وفجاه بيشوف عربيه واقفه وحس انها بتراقبه. وفي يوم بيلاقي فيك نفس العربيه وهي راكنه قدام مطعم، فبيبص جواها بيلاقي كاميرا تصوير، فبيعرف ان صاحب العربيه محقق خاص اللي وظيفته يراقب الناس. فبيدخل المطعم فبيشوف مراته قاعده مع واحد، فبيقول لها مين ده، فبتقول له ان الدكتور النفسي بتاعه، وطبعا فيك عارف انها بتكذب. فبيقوم فيك يمشي، بس بيطلب من المحقق الكارت بتاعه لو احتاج علاج نفسي، فبيقول له المحقق ان نسيه في البيت. فبيمشي فيك وبيتصل بالبنك علشان يتاكد من التحويلات الاخيره اللي عملتها مراته، فبيعرف انها حولت $1000 لحساب صديقهم المخرج. فبيقرر يروح للمخرج وبيساله عن المحقق الخاص اللي عينه مع مراته علشان يراقبوه، لكنه بينكر الموضوع اصلا، بس فيك بيقول له انه شاف اخر تحويل لحسابه. تاني يوم بيشوف فيك مراته خارجه مع صاحبها واللي اسمه توني، مش بتضيع وقت خالص يا جدعان، وبتعزمه في البيت، وبنعرف انه الاكس بتاعها، لكن اذا كان كده عادي ظلمناها. وفي يوم بيشوف فيك توني وبيبان انه كان مراقبه، فبيقنعه يركب معاه العربيه عشان يوديه ارض كان عاوز يبنيها مع ميليندا. وبيفضلوا ماشيين جوه الغابه بالعربيه مسافه كبيره، وبيكون توني قلقان طبعا وبيحاول يتصل بميليندا، لكن مش بيكون في شبكه اصلا. وفي الاخر فيك قال له انهم وصلوا، فبينزل توني ومعاه فيك اللي فجاه بيمسك طوبه يضربه بيها، بس بيتعور بس، فبيمسك فيك طوبه اكبر وبيرميها عليه، فبيقع من فوق التله وبيموت. فبينزل فيك يتاكد انه مات، وبياخد محفظته وبيقلع حزامه ويربط بيه التوني في حجر كبير علشان يرميه في النهر وجثته ما تظهرش على سطح الميه خالص. وبيمشي فيك بعدها وبيكون مبسوط لدرجه ان بيروح البيت يخلي بنته تشرب معاه كحول، فبتستغرب ليندا من الفرحه اللي هو فيها. وتاني يوم بتاخد تريسكي وياكلوا مع بعض في الغابه وبيكون معاهم فيك. ولما بيقربوا من النهر بيشوف جثه توني وبياخدهم وبيمشوا قبل ما ياخدوا بالهم. وفي البيت بيسمع ميليندا وهي بتكلم حد في التليفون، فبيقول لها هو ده توني، فبتقول له ان صديقها الجديد. فبيتضايق فيك لانه بيكون عارف ان هيقتل حد تاني. وبتكون ميليندا نسيت الوشاح في الغابه، فبيقول لها فيك ان هيرجع يجيبه، لكن هو بيكون راجع علشان يخفي جثه توني. وبينزل النهر وبيحاول يخفيها، لكن فجاه بيظهر المخرج اللي بيكون بيراقبه، فبيساله بتعمل ايه، فبيقول له انه بيدور على وشاح مراته، لكن المخرج بيكون اصلا لقى الوشاح وبيستغرب هو ليه بيدور في النهر مش في الارض. وبينزل المخرج لفيك، وفجاه بتظهر جثه توني وبيشوفها المخرج، وبيتخض وبيطلع يجري يركب عربيته وبيحاول فيك يلحقه، بس بيكون راكب عجله وصعب ان يحصله. وبتكون ميليندا بتدور على فيك، فبتدخل له المكان اللي بيحط فيه الحلزونات، فبتشوف محفظه توني بالصدفه، فبتعرف ان جوزها هو اللي قتله. وبتاخد شنطه هدومها وبتقرر تاخد البنت وتهرب، فبتاخد تريسكي شنطه امها وبترميها في حمام السباحه، وبتقول لها انها مش عاوزه تمشي. وبنرجع لفيك اللي بيحاول يلحق عربيه المخرج، لكن المخرج بيفقد السيطره على العربيه وبيكتب رساله لمراته ويقول لها، لكن توني بيرمي نفسه قدام العربيه، فبيحاول يفاديه المخرج لكنه بيقع من فوق الجبل وبيموت. وبيرجع توني البيت بيلاقي مراته مستنياه وبتقول له انها شافت توني وبتضحك وبتطلع اوضتها. واخر مشهد بنعرف ان ميليندا بتحرق محفظه توني وقررت تنسى الموضوع وتعيش مع فيك عادي وتنسى اللي حصل، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.